السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. أهلا. الله يسلمك، الله يخليك إن شاء الله. مولاي الغالي، حضرتك الأخ جعفر؟ مين معاي؟ حياك الله. أنا طبعا أحد الأنصار من غرفة أنصار المهدي، دخلت قبل يومين وآمنت. طيب. حياك الله، بس عندي بعض الأسئلة إذا أمكن، يعني حضرتكم. مين أعطاك؟ نعم. كيف خطرني؟ حقيقة أنا حصلت على رقم أخونا ناظم العقيلي وأعطانا الرقم. على أساس أعطاك الرقم؟ ما عندي رقمهم. هو أخونا ناظم العقيلي قال الشيخ جعفر الشبيب هو ممثل. ما يعرفني. لا ما يعرفني، هو ناظم ما يعرف هذا الاسم. ناظم ما يعرف هذا الاسم؟ شيخ ناظم العقيلي؟ لا. لا، الشيخ ناظم العقيلي لا شيخنا جعفر. شيخ ناظم العقيلي عنده اتصال مباشر بالإمام ويعرف أي شيء. يعني واضح أنك قاعد تكذب. لا تسجل مكالمة يعني. لا شيخنا، سجل مكالمة شنو؟ أنت حضرتك ممثل الإمام أحمد حسن في القطيف، وأنا أعلم بذلك علم اليقين. غير هذا الكلام غير صحيح، هذه افتراءات. نعم. تفترونها في البلطيق على الناس يعني. نعم. لست ممثل لليماني في القطيف. نعم. وإنما أنا مفردة مؤمنة باليماني فقط. مؤمن أنت باليماني شيخنا؟ شنو؟ أنت مؤمن باليماني الإمام؟ بس حال أي مؤمن باليماني. أحسنتم. الأكاذيب اللي تفترونها على الناس يعني تخلوا عنها يعني رجاء يعني. لا شيخنا، أنا ما أخي أنا أنصار. لا أنت حتكذب تقول. لا يا شيخ، لا يا ناظم العقيلي وأبو جعفر الشبيب. ناظم العقيلي ما يعرف واحد بهالاسم يا شيخ. ولا بيني وبين ناظم العقيلي أي اتصال، وبالفعل أنا لست ممثل لليماني. فإذا يقول لك إنه ممثل لليماني واتصال بالإمام أنت قاعد تكذب يعني. طيب شيخنا، أنا مؤمن. قبل يومين رأيت حلم. أنا شيخ. أنا أقول لك مؤمن. أنا أنصاري. دخلت غرفة أنصاري. لا أنت مو أنصاري. الأنصاري ما يكذب. أنا ما أكذب يا أخي. أنا شفتنا كذب. وهذا الشيء الثاني في الروم ما يعطون الأشياء الشخصية لآخر إلا بعد إذنه. أنت يا شيخنا أنا أنصار مقرب، أنا أشوف الإمام ملتقي وياه وقاعد وياه وماكل وياه سمك. أنت كذاب وبياع حكي. لا بياع حكي شنو؟ أنا كنت باستراليا، كنت بس أخي أنا أكلمك بس. تدخلون إلى الناس بهذه الطريقة يعني. هذا اللي علموكم إياه مشايخكم وعلمائكم يا شيخنا. صدقني أنا تتصل للناس تقول لي شيخنا وتقول لي أنصاري وتكلم. ليش تتهمني؟ ليش تتهمني يا أخي؟ ليش تتهمني؟ أقول لك أنا أنصاري وحق علي بن أبي طالب وأنا أؤمن بالإمام. لا ما أنصار. والعباس أؤمن بالإمام. ايش بهذا؟ بابا لا تصير حبيبي، لا تصير تتهم الناس، حرام الظن، إياكم مسوء الظن. أنت أنصاري. اتصالك هذا علامة استفهام. ليش؟ اتصالك هذا علامة استفهام. يعني أنا واحد أعرف الأنصار. نعم. ويعني ناظم العقيلي وغير ناظم العقيلي مستحيل يعطوا رقم واحد الأنصار. إذا كانوا يعرفوني يعني. يا أخي بدون ما يعطوني خبر يعني. على أساس يعطوك خبر وأنت قبل يومين مؤمن. يا أخي أنا شو اسمه؟ أنت تكلمني من وين؟ أنا أكلمك من استراليا. من استراليا؟ نعم. تفضل. حياك الله شيخنا على كيفك. انا ادري بين بعض الناس يضايقونك بالاتصالات، وادري مثل اكو بعض الغرف قاعد تتصل عليك وتسجل مكالماتك. انا كل هذا عارفه، انا داخل بالتوك واعرف كل السوالف. يا شيخنا انا قبل يومين كنت نايم. وش اسمك في البالتوك؟ انا اسمي ميود عطري. شنو؟ ميود عطري. خلاص ادخل البالتوك وكلمنا على البالتوك. لا شيخنا، مو انا البالتوك الان عندي الانترنت باستراليا شويه بيخربطه، قاعد انتقل من مكان لمكان. انا قبل يومين جيت لاستراليا، قبل يومين امنت وراسا دزولي دعوه وراسا رحت لاستراليا. انت قبل يومين امنت في بالتوك وقبل يومين واصل من استراليا. لا استراليا نزلت فيها
ايه كمل. يا اخي كرامه انطوت الي الارض، انت ليش ما تصدق الامام؟ انطوت الي الارض، شلون رحنا الفاتحه مال الامام؟ الفاتحه رحنا لها بالبصره انطوت لنا الارض، خلال ساعتين وصلنا. من الناس من الناس والله كذاب، عيب عليك يا اخي. عيب علي شنو؟ انا شفت الامام، شفته بالحلم، شفته بالحلم، شفته. يعني واضح ان عمرك كبير، يعني مو واحد طفل يعني علشان نقول انت كذاب. لا لا يا صديقي على صديقي، وجهك يعني. لا استي على وجهك شنو؟ انا شفت الامام بالحلم كله سواد، لا رافع ايده واحد كذاب ويقول انا ربكم الاعلى. ما له اي داعي، واضح ان انت مجزوز يعني علشان تتصل. زين شيخنا الشيخ ناظم عقيلي والشيخ جعفر شبي وممثل في الخطيب، يعني المعلومات كلها خاطئه وكانت خاطئه. شيخنا انا رجاء يعني رجاء احترم نفسك. واذا انت تحب ال محمد بلاش كذب، ال محمد ما يريدون واحد يدافع عنهم بالكذب وبمثل هذه الاساليب التافهه والرخيصه. زين احمد اسماعيل قاطع من ال محمد؟ الان احمد اسماعيل قاطع. ايه الان طلع احمد اسماعيل قاطع. هذا الدجال يا اخي، تتبع واحد دجال. مكشوف من البدايه. شيعة القطيف انا اتشرف بهم لانهم اشرف ناس واحسن حتى من شيعة، عندهم ولايه للبيت احسن من شيعة العراق. لا خليك رجل، انت امنت بشخص مجهول، شخص بعثي، انت امنت بشخص بعثي وتدعي انك تمثله. وتكذبون وتنطوي لك الارض اي طوت الي الارض، الدجال مالك اللي تدعونه. هذا اللي عرفناه منكم يعني من سنه كامله. زين هو احمد اسماعيل قاطع مات؟ احمد اسماعيل قاطع مات؟ اليوم اعلنوا وفاته. رصيد حسابك الحالي هو 1. ابن الاغم شرد، لا حول ولا قوه الا بالله.